ايه اساس الصناعه عندنا؟ ما نسميه الصناعات التحويليه. انا هجيب حاجات من بره، امم. هحولها بسرعه كويس، وهرجع اصدرها تاني. او صناعات قائمه على المنتجات الزراعيه، اه. عشان دي الحاجه اللي انا بقدر ان انا ازرعها كويس، وعندي فيها الميزه التفضيليه اللي احنا بنتكلم عليها. لو انا جيت بصيت على دول، هو ايه ليه دول مش واخدين فرصتهم للاخر؟ اه. علشان انا عندي شويه معوقات كلنا حافظينهم، يعني اي حد بيشتغل في صناعه عارفهم. لو صحيتي حد منهم قلت له ايه الثمان معوقات في الصناعه، هيسمعهم لك. اه. في محاولات كتيره، واخرهم في شويه قرارات قويه جدا ابتدت تتاخد مؤخرا في الحكومه الحاليه. انا شايف انها قرارات سليمه جدا في القرار نفسه، لكن يبقى التحدي بتاع تطبيق القرار بكفاءه على الارض. اه. ليه؟ لأن احنا بقالنا عقود وعقود وعقود بنطبق القانون بطريقة معينة، خلى فيه نوع من، أنا بحاول ألاقي كلمة صح، امم. إن أي قرار في الدنيا هيحصل، في ناس هتبقى متضررة من حدوثه، اكيد. وبالتالي هيحاولوا يحاربوه بأي طريقة علشان ما يبتدوش يخسروا ميزة شخصية هم بياخدوها من القوانين القديمة. هو موجود في كل العالم، بس هنا الموضوع انا حاساه زيادة شوية. طيب يعني هل زيادة انا عشان قعد فترة طويلة اه. قوي قوي قوي، فبقى هو ده النظام. امم. يعني النظام بقى ان في اشخاص كتير مستفيد. مستفيدة، وبالتالي بقى عدد الناس اللي ممكن تقاوم اي تغيير جديد اكبر، امم. لان انا هخسر شخصيا كويس. خليني اقول برضو كلمة، يمكن دي رأيي الشخصي. احنا بقالنا 80 سنة بنحل مشكلة الغلط. احنا امم. بقالنا 80 سنة بنقول احنا عندنا مشكلة اسعار. احنا ما عندناش مشكلة اسعار، احنا عندنا مشكلة اجور. امم. لو كنا من 80 سنة ركزنا على حل مشكلة الأجور وليست مشكلة الأسعار، كان زمان اقتصادنا بقى في حتة تانية خالص.